ومندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، رعى وزير العمل علي الغزاوي الاحتفال الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال بمناسبة عيد العمال العالمي. جاء الاحتفال بعيد العمال تكريما للعمال في مختلف مواقع عملهم واحتفاء بقيم العمل والعطاء والإنتاج. وفي هذا السياق الحكومة ممثلة بوزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات في سبيل تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير بيئة العمل اللائقة للعمال وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع الحد الأدنى للأجور. قائد هذا الوطن بالأمس وسمو ولي العهد هنوا عمال الوطن بهذه المناسبة الطيبة، وهذا مؤشر على اهتمام الدولة الأردنية بالعمالة الأردنية في كافة القطاعات، وهذه دعوة لهم لمزيد من العطاء ومزيد من الالتزام بعملهم. اهتم الاتحاد العام لنقابات العمال بالعمال بصفته مظلتهم الرئيسية، ودافع عن حقوقهم وتبنى مصالحهم ومطالبهم، ويسعى دائما لحصولهم على مختلف التأمينات العمالية. أتوجه إلى كافة عمال وعاملات الوطن على اختلاف مواقع العمل والإنتاج في أردننا الحبيب بأسمى آيات التهنئة والتبريك في هذا اليوم الأغر وهذه المناسبة الطيبة، وأقول لهم مزيدا من العطاء، مزيدا من الإنتاج. باسمي وباسم عمال الوطن بكافة أمانة عمان بنرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني، الله يطول لنا بعمره. كل عام وجميع العمال بخير، وإن شاء الله يكون عيد سعيد عليهم وعلى الجميع. كل عام وأنتم بألف خير، وكل الشعب الأردني تمام بخير، وكل العمال كلها بألف خير. كل عام وعمال الوطن بألف خير. كل عام هم بألف خير. وللقطاع الخاص دور كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بصفته طرفا من أطراف الإنتاج. يوم فخر واعتزاز بعاملنا الأردني الماهر المدرب المثقف الواعي اللي بسواعده ببني الاقتصاد بالتنسيق وتعاون مع أصحاب العمل. ويشكل عيد العمال مناسبة سنوية يحتفل بها لتؤكد على أهمية العامل في نهضة الوطن. تحية للعاملين في مختلف ميادين ومواقع العمل، فهم الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج ومسيرة التنمية وبناء الوطن. إيناس الكايد، التلفزيون الأردني.